مخلطين الناس. كاين العرب، كاين الدراوه، كاين الشلوح، ولكن كاع اللي كان في الدراوه كيتسمى دراوي. ما فرق بين عربي وعجمي. يعني كلشي الحمد لله الحمد لله كلهم هاد الاجناس كلهم ساكنين في الدرعا. الحمد لله عايشين فيه بقوة الله. نعم. الدرعا راه فيه عشنا. هو كاين هنا كيديروا قلال، كيديروا سقل دقات السيف. حنا عاوتاني كنديروا حنا الركبه، كنديروا الصب، كنديروا الطحاني، كنديروا سنيسله، كنديروا الهرمه. هادو كلهم كاين عندنا هنا، كلهم كيكونوا هنايا. هاد الهرمه وهادشي عند العرب هادو هما اللي عندهم هذا. يعني هاد الفئه هما اللي جاو مثلا الرحاله ولا شي الرحاله هما اللي عندهم هذا. يعني هذا والناس اللي قاطين هنا كيكون عندهم ربما غير اقلال سقل دقات السيف. كاين هادشي اللي كيكونوا هنا في واد الدرا. يعني هادشي اللي كاين دابا. وحنا قلت لك عندنا هاد المسائل. عندنا اصناف دابا كلهم مثلا كيحتفلوا بهم الناس في العراسات. كيحتفلوا بهم، ولا كاين اللي يلعب كاين اللي يحتفلوا بهم. يعني مازال محافظين على هذا. محافظين على التقاليد. مازال محافظين على التقاليد. يعني حتى حاجه من هاد المسائل هذه حتى حاجه حتى حاجه ما نقصتها هي لا، ولكن تقريبا الاغلبيه الصحيحه هي. وكاينه الرسمه السته، كاينه حتى الرسمه. حتى الرسمه كاينه. هاد الاجناس كلهم عندهم الشعراء ديالهم. عندهم الشعراء كاين لا في العرب ولا في الشلوح ولا في الدراوه، كلشي كاين الشعراء عندهم. يعني اي جنس عنده الشعراء ديالو، عنده السجود ديالو وعنده التقاليد ديالو. اي جنس عنده الشعراء ديالو، عنده التقاليد ديالو. ولكن كتكون واخا هاد الاختلاف ديال التقاليد والاختلاف ديال الاجناس كيكون داك التعايش ما بين الناس كيكون التعايش ما بين الناس بحالك انك تشاركنا الخير بحالك. نعم. تكون انت كيكون كاين الاحسان. يعني كتعرض عليك وكاين الناس اللي كتبادلوا الزيارات، وكاين بحق الناس اللي واخا تكون جارو ما يعرض عليك. كاين ناس واخا تكون جارو ما يعرض عليك. يعني كتبقى غير فئات قليله. اما الاغلبيه الحمد لله هو الدرعا. كلشي الحمد لله كيكون واحده. الاغلبيه الصحيحه في وادي درعا الا قليل اللي ما يعيط عليك. نعم. في الدوار الا قليل قلت لك اسيدي هاد التقاليد حنا عندنا التقاليد. وكيديروا زعما وكيديروا زعما وكيفرحوا الناس وكيكون كان واحد الوقت كيكون صف ديال العيالات وصف ديال الرجال. هذه في اش من اللون فين كتكون في الركبه وكتكون في الصف. هادو كيكون العيالات ديال بعد ولكن ماشي غير من اللي جاي يدخل. خلاص كيكون هذوك هي العائله بيناتهم. كتكون العائله. وإلا كاع مثلا كان جا شي واحد وبراني وجوز عيل وبغى يدخل بالنا داكشي كيحاولوا كيدعوا حتى يردوه للطرف حتى يفهم راسو ويخرج. يعني كيحاولوا باش حتى يخرجوا للطرف. يعني ما كيعيروا، ولكن بطريقتهم هما، الطريقه ديالهم كيحاولوا انهم يبعدوا حتى لانه كتكون الاغلبيه كلشي غير العائله، مراه وراجلها واختها وعمها ولا بنته ولا بنت خوه ولا خالته ولا بنت خالته ولا المهم العائله. يعني هادشي كامل كيكرس داك الاحترام ولا كتمشي اللي كاين عندنا حنا في هاد الدرعا. يعني هو الدرعا فيها واحد الثروه بزاف ديال اش كنقولوا حنا، واحد العادات ديال الاجناس، وفيها ومتجلي فيها هذه المساله ديال الخصال والاحترام. يعني ما كانش عندنا حنا ما كانش عندنا ديك المساله ديال كما ولات دابا حاليا. دابا ملي قوى هادشي ديال التليفون وكذا سميتو ولا تطورات الوقت شويه، ولكن في ذاك الزمن كان الحمد لله كان الاحترام، وكان حتى الزواج في ديك الوقيته كان في شكل ياك السي ابراهيم. طبيعه الزمن ديك الساعه كان شكل ودابا شكل. دابا ديك الوقيته الزواج ربما تقدر كاع ما تشوفش المراه وكتزوج بها عادي. يجيبوها لك ما شتا. قبيل كيمشيو كيقولوا بغينا نخطبوا عند فلان، بغينا نخطبوا واحد البنت لفلان لولدنا. نعم. كيمشيو لعندو انت ما عمرك كاع شفتها كاع المراه ما شفتها حتى يجيبوها لك. ولا انت عمري تقريبا كاع ما شفتها حتى لا هادشي اللي كاين ولا سي الحاج. ولكن الحمد لله كيكون الحمد لله كيكون تواصل. هما كيمشيو للعائله اللي عرفوها مزيانه. والديك ما يجيبوا لك كاع الخايب، يجيبوا لك شي حاجه اللي ترضيهم وترضيك. كيمشيو للاصل دابا، يعني ماشي بحال هاد الوقيته دابا اللي دروك راه خصو بالك حتى يتكلم هو وياها وحتى يدير هو وياها حتى لا حول ولا قوه الا بالله. مثلا كيقولوا بنا عند فلان بالعيد فلان راه عندهم واحد البنت بغينا نمشيو نخطبوها. كاين الناس الله عمرها دار كيمشيو كيخطبوا ديك البنت، كيجيبوا لك البنت ما كتكون حتى ديك اللي بدات تروح. يعني الناس كياخذوها على النسب ديالها، على النسب. يعني هنا كيطبقوا الاحاديث النبوي الشريف ديال وقبل كان سيدي كيديروا كيلبس الخنجر
الرزه وكيلبسوا ناس ديال بالغا ديك الساعه واحد الوقت حنا كنلبسوا كاع غير بالغا الحمراء وكيديروا الحزام ديال الحرير واحد الوقت بكري. دابا داك الشيء ما بقى. يعني ديك الوقيته اللباس ديال العريس عنده واحد تقاليد، عنده واحد التقاليد معينه كيلبسوا هذيك الساعه بالغا صفراء والحزام ديال الحرير كيدور في راسو وجوج الخنجر. هادشي اللي كيكون في التقاليد الاولى، هادشي ملي كيكون ملي كدوز ليله الدخله. اييه ياك ملي كيتلبس هادشي هذا من من قبل كيدير الحنه 7 ايام، يعني كتكون عنده الحنه 7 ايام. 7 ايام ديال الحنه. ما بخل 7 ايام وهو كيتلف الحنه مسكين 7 ايام. هو النهار السبت 8 ايام باش هاد 7 ايام هادي ملي كيكون حد حنا اللي عقلنا دابا كنسميوه حنا الطلا. ياك هذا كيتسمى الطلا. ياك هذاك الطلا كيدير العريس الحنه، كيكون اللعب كيكون اللعب وكذا حتى 7 ايام بحال حنا دوك حنا كنديروا وحده بوحده كيبقى 7 ايام. كيدير 7 ايام نهار اللي كيكون اللعب كلها كيلعب كلها فرحان. نعم كل واحد فرحان. ملي كيطلع الحنه ديك 7 ايام، ديك 7 ايام ملي كيطلع الحنه كل واحد كيعيط عليه نهار مثلا دوك العائله تاعته. واخا نهضروا على هذه المساله ديال الحنه بالضبط، حيت هذه الحنه راه فيها شويه سميتو فيها شي تقاليد كيداروا. يعني ملي كيكون داك اللعب وداك الشيء حيت كيكون داك التراس ديال القصبه وداك الشيء سميتو. حكي لنا هذه الطريقه كيفاش كيدوز هذا. هو التقاليد ديال التراس ديال القصبه انا ما عندي علم ديك القصبه اللي كيديروا، ولكن هي راه فيها شي حاجه. ولكن انا باش عندي علم باش كيهرسوا داك الشيء ما كتكون قال لك ام العروس ام العريس ولا اختو كتسمعوا كدير شي حاجه داك الشيء مكبوك راسو ديك الساعه ولا سميتو ملي كيطلعوا كتقول لك صوت الرق. ولكن انا ما عندي فيها علم، كانش هما كيديروها ولكن حنا بحقها ما كنديروش شي قصبه. حنا نتوما بالنسبه لكم حنا كنهضروا على الدوار ديالكم ما كتكونش هذه المساله هذه. لا حنا الدوار ديالنا القصبه ما كنديروش شي قصبه. نعم والناس الاخرين كيديروها. يعني كلا دوار وكيفاش التقاليد ديالهم. يعني حنا هضرنا دابا قلنا هاد المساله ديال القصبه، ولكن ملي كيدير العريس اسمتو شنو اللباس اللي كيلبس ديك الساعه العريس؟ ملي كيدير الحنه كيلبس لباس عادي فوقيه وتريكو وسروال. الى الصيف راه كيلبس كيكونوا خفاف فوقيه، وإلا الشتاء كيلبس تريكو سميتو على حسب. لاحظنا في هذا الزمن الاخر كان كيلبسوا داك السلهام وداك واش هذا الشيء كان قبل ولا غير يلاه دار؟ السلهام كحال هذيك العاده ديال الصوف. نعم هذيك ديال العاده هاي كان غير السلهام ديال الصوف. نعم كاع هادشي اخر ما تشوفوا كيلبس سلامو ويعود يدير الحنه السلام كحل باش ما تبان فيه الحنه ما تبان فيه حتى حاجه. حتى ل 7 ايام نهار تروح المراه الصباح يلبس حوايج نقيين، يعني كيلبس يغسل يلبس حوايج مزيانين يعني في ديك الوقيته كيلبس الحوايجات ديالو كما كنقولوا ديك الكميه وداك كما تسمى الخنجر ياك، وكيلبس البغا ديالو الصفراء كل شيء يعني كيكون نقي مع راسو. العريس واحد الحله اللي هي مزيانه معروف. كذا العريس كيكون في واحد اللباس زين وكذا وكذا وعارف. الدراري نسد على الدراري نمشي ندعمو يلاه فيهم يلاه ناسي نسد على هذه حتى نعاودوها. يا الله ضمن هنا ممكن نسد علينا هنا يلاه.